شايف الشخص اللي قدامك ده ميسي طبعا، انت عارفه. عارف مين الشخص اللي جوه البانيو ده لامين يامال. ده اللعيب اللي هيقابل ميسي في نهائي كاس العالم. وتقول لي الكرة مش سكريبت وسيناريو؟ يا راجل كبر مخك بقى. انت عايز تفهمني ان من حوالي 15 20 سنة كنت بتحمل لعيب اللي انت بعد كده هتلعبه في نهائي كاس العالم؟ في حاجة غلط. منتخب الارجنتين لا نافع معاه ولا حسد ولا نبر ولا علياء ولا نافع مع اي حد خالص. انا عايز اقول لك، انت لو كنت نزلت اتفرجت على القهاوي اللي حاصل فيها في الشارع، هتلاقي مصر كلها سايبه اللي وراها قاعده على القهوه. ليه؟ عايزين يشوفوا ميسي وهو بيخسر. تبقى معدي كده بعد الماتش تلاقي واحد بيعيط، تبص تلاقي ميسي، تفرح قول بس ميسي خرج. يطلع ما خرجش، يطلع لدموع الفرحه عشان يتاهل. والله العظيم دي دموع الفرحه عشان يتاهل. انك تستناه مره يعيط عشان ان هو متضايق؟ لا، ما بيتضايقش. الراجل ده ماشي كده مسلمها، مش فارقه معاه حاجه. ولكن انت بتيجي تتفرج على الماتش، ايه اللي هو بيعمله ده؟ ميسي يا جماعه بيلعب وتحس كانه عيل عنده 19 18 سنه عايز يثبت نفسه. واحد لسه متصعد من الناشئين، لسه عايز يوري نفسه للبلد بتاعته. انا في لعيب اسمه ميسي، هو انت ناقصك ايه تاني؟ والله ما بقول اصلا مش انا اللي هفلح معاك في الارض. علياء اشتغلت اسبوعين ثلاثه ومفيش فايده. يعني انت دلوقتي الراجل ده اخد كاس عالم، كلنا فاكرين طبعا ساعه شيل يا طويل العمر شيل. الراجل ده واخد كاس عالم انديه مش عارف كام مره، واخد دوري ابطال مش عارف كام مره، واخد بالون دور كام مره. الراجل ده قفل اللعبه. فهو تحس ان هو بيعاندنا. احنا قاعدين مستنيين، قلنا بس ميسي النهارده بقى انجلترا وهنشوف الكره الانجليزيه ومتعه الدوري الانجليزي وهيطلعوه. قال لك مفيش فايده. 1-0 للدقيقه 80 ولا الدقيقه 79، فجاه تحسه صحي من النوم. قال لك لا معلش والله ما التاهل اللي في ايدك ده يخصني. فانا مش فاهم الحقيقه، هو بيثبت نفسه لمين؟ يعني هو انت مستني تثبت نفسك؟ ما الناس كلها عارفه انك ليونيل ميسي. يعني انت مستني ايه تاني؟ عايز ايه تاني مننا؟ عارف انت لما تيجي تتفرج على الماتش بتاع انجلترا ده، تحس السيناريو بتاع ماتش مصر عمال يتعاد قدامك. فريق هو كسبان وخلاص التأهل في ايده لحد اخر 10 دقايق، يوم جاي برضه منتخب الارجنتين راجع واخد التأهل ويقول لك معلش التأهل ده بتاعي. انتوا عايزين مننا ايه؟ عايزين مننا ايه؟ اللعيب اللي انت كنت بتديله شاور من 15 20 سنه تلعب قدامه، كل ده كده، كل ده صدف. في حاجه مش فاهمها انا في الكوره، والله في حاجه مش فاهمها. زي فكره برضو ايه، يعني انا اهلاوي واهلاوي جدا، بس فكره ان الاهلي بيكسب في الدقيقه 90 دايما ببقى مش فاهمها برضو. لدرجه ان انا ببقى قاعد بتفرج وتيجي الدقيقه 90 اقول لك الاهلي هيجيب جون دلوقتي. يا جماعه الكوره دي فيها حاجه غلط. انا حاسس ان في حد بيتفق علينا في الكوره والحاجات دي، واحنا اللي بنتهم في الاخر. انا حاسس ان هي هم كبير بقى فوقينا، واحنا مجرد لعبه في الموضوع ده. انا حاسس ان احنا زينا زي الكوره بالظبط، بيتلعب بينا.